مرحبا بكم في حكايات العجائب. اليوم سنغوص في واحدة من أكثر القصص رعبا وغموضا في التراث المغربي. إنها حكاية عائشة قنديشة، المرأة التي يخشى الناس ذكر اسمها حتى في واضح النهار، في قرى المغرب الهادئة، حيث تسكن الأساطير وسط الجبال والأنهار. يهمس الناس باسم عائشة قنديشة بصوت منخفض وحذر. إنها ليست امرأة عادية، بل كائن خارق يجمع بين جمال يسحر القلوب ورعب يقشعر له البدن. تقول الأسطورة إن عائشة قنديشة هي جنية تتجول بالقرب من الأنهار والجداول، وخصوصا عند الغسق أو في ساعات الليل المتأخرة. يصفها البعض بأنها امرأة ذات جمال لا يوصف، بعينين سوداويتين وشعر طويل وكثيف. ولكن خلف هذا الجمال المذهل تكمن حقيقة مخيفة، إذ يقال إن ساقيها ليستا بشريتين، بل هي ساقا ماعز أو جمل، مما يدل على طبيعتها غير الآدمية. يقال إن عائشة تستخدم جمالها لسحر الرجال الذين يتجولون بمفردهم قرب الأنهار. بصوت هادئ وناعم تبدأ بالنداء عليهم، تدعوهم للاقتراب منها. يجذبهم صوتها الساحر ويقتربون منها دون وعي كامل منهم، وعندما يصبحون قريبين بما فيه الكفاية تكشف عن حقيقتها المرعبة. وحين يقترب الرجل يبدأ بالشعور بالخوف، لكن الوقت يكون قد فات، فقد كشفت عائشة عن ساقيها المخيفتين ووجهها الحقيقي الذي يملأه الشر. يقول البعض إن الرجال الذين يرون هذا المشهد يصابون بالجنون أو يعجزون عن العودة لحياتهم الطبيعية. لكن من هي عائشة قنديشة؟ هناك روايات كثيرة حول أصلها. بعض الأساطير تقول إنها كانت امرأة نبيلة من القرن ال16، قاومت الغزو البرتغالي للمغرب باستخدام جمالها لإغواء الجنود الأعداء وقتلهم لتدافع عن أرضها وقومها. لكنها تعرضت للخيانة ولعنت لتصبح روحا شريرة تنتقم من الرجال. في القرى المغربية تروى الكثير من القصص عن رجال واجهوا عائشة قنديشة. يحكى عن رجل كان عائدا إلى منزله ليلا عندما سمع صوتا ينادي باسمه. لم يجد أحدا حوله، لكن الصوت استمر ناعما وجذابا، مما جعله يقترب أكثر من ضفة النهر. يقال إنه عندما اقترب بما يكفي رأى امرأة ذات جمال لا يصدق، لكنها فجأة تحولت وظهرت ساقاها المخيفتان وملامحها الشيطانية. عاد الرجل إلى قريته، لكنه لم يكن كما كان، فقد ظل في حالة من الذهول ولم يتحدث لأسابيع. تتعدد القصص حول عائشة، لكن معظمها يدور حول تجربتها مع الرجال وحدهم في الظلام. في بعض القرى يحذر الناس من ذكر اسمها ليلا حتى لا يستدعوها دون قصد. البعض يقول إنها لا تزال تتجول في تلك المناطق، وأن كل من يراها لا يعود كما كان. تستمر أسطورة عائشة قنديشة في العيش بين الناس، تذكيرا بقدرة الطبيعة على إخفاء أسرارها، وبأن هناك أمور لا يمكن تفسيرها بسهولة. هي قصة تحذر الناس من مغامرة الليل وحيدين، ومن الجمال الذي قد يخفي خلفه شرا لا يمكن الهروب منه. كانت هذه قصة عائشة قنديشة، إحدى أشهر الأساطير المغربية. إذا أعجبتكم هذه القصة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك، وأخبرونا في التعاليق عن الأساطير الأخرى التي تودون استكشافها معنا في حكايات العجائب.